طب الاناجيل يا فندم، عندك 4 اناجيل. متى لا يوجد ادنى دليل بيقول ان متى العشار هو كاتب هذا الانجيل، بل كاتب الانجيل تحدث عن متى العشار بصيغه الغائب. في انجيل متى 9:9 بيقول وفيما يسوع مجتازا من هناك راى انسانا. ده المفروض بقى متى العشار. فلك ان تتخيل ان متى العشار بيقول عن نفسه فراى انسانا اللي هو متى العشار جالسا عند مكان الجبايه اسمه. هو مين ده اللي اسمه؟ اللي قاعد. يعني مش ده اللي بيكتب. هتقولي لا اصل هو كان متواضع. هقول لك اثبت ان هو كتب اصلا الكلام ده بنص من الانجيل، وبعد كده نشوف هو متواضع ولا مش متواضع. عندك انجيل مرقس لم يرى المسيح في رايي. عندك لوقا بالاتفاق ان هو امن على ايد بولس وما شافش المسيح على الاطلاق. عندك يوحنا نفسه الكاتب، كاتب انجيل يوحنا المجهول، بيتكلم عن شخص يوحنا ده ان صح التعبير، بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ومفيش دليل ان هو يوحنا من الانجيل. فبيقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق. يا فندم انت ما معكش كتاب يرتبط باي صله للمسيح على الاطلاق الا مجرد بعض الاقوال له، ممكن نقول ان هي فيها بعض الحق، مش اكتر من كده.